سؤال الآن، هل الضربة التي وجهتها المسيرة المغربية والدرون المغربي لمجموعة جزائريين ينضوون تحت البوليزاريو انتقاما من الشباب الذين سقطوا في السعيدية؟ هذا سؤال. لحد يقول لي يا أخي إيش دخله وكذا، خلونا نوقف، لا تكونوا هكذا تتهيبلوا، خلونا نوقف، لأنه يا جماعة هذا وارد، هذا سيناريو مطروح، وهذا تحليل مطروح يا جماعة، لأنه الجماعة سكتوا المغاربة بيدبي ور الطائرة المغربية وتحبل بحمار. ندعت حمودي واصحابه كلهم ردا على الجماعة اللي هناك، واحدة بواحدة والبادئ أظلم. والبعض يقول لا علاقة، البعض وخصوصا من الرزينين اللي عاملين نفسهم رزينين هكذا وانهم مش عاطفيين وكذا، يقولون هذا الموضوع لا علاقة له أبدا بتلك الحادثة، هذا ملف الصحراء لوحده، ما له علاقة بمجموعة شباب ذهبوا، والذهنية المغربية ليست بهذا النوع الانتقامي السريع، يعني هم لا ينتقمون هكذا، أنه هذا ليس أسلوب المغاربة في الأساس، أنه قتلوا هناك، فهذا والموضوع ليس له علاقة إطلاقا، والموضوع صدفة صادف، التوقيت كان مصادف وفقط. والله في الحقيقة أخواني التحليلين قريبين، التحليلين ممكن أن الإنسان يأخذ بهما صراحة، لأنه هكذا المغاربة هم دائما أمورهم هكذا شائكة مو مفهومة. الغاز لازم من العلامات الاستفهام المغربية والألغاز المغربية، لأن بلاد هكذا يا أخي حباها الله نوع من التميز، أنه ما حد يقدر يفهمهم بسرعة. لذلك كلا التحليلين واردين حقيقة. في المحصلة كان الضربة لا علاقة انتقاما للجماعة الذين ماتوا في وجدة أو في السعيدية، أو كانت صدفة، في الأخير هو انتصار مغربي مستحق وضربة قاصمة لمن يسول له نفسه أن يعني يدخل أو يلعب عند الجدار الحاجز الأمني أو عند الجدار الأمني. في المحصلة الضربة موجودة واعترفوا بها البوليزاريو، وهناك حداد 3 أيام في الجزائر، يعني ما في تندوف، ما في حداد، في تندوف والله ما هم دارين في أي واد هلكوا هذول جماعة القمح المقلية. الحداد هناك في الجزائر. أيوة، كيف المثال المغربي يا الله، ذكروني يا جماعة حق محمود، قولوا لي يا جماعة في دائما مثال يردده ياسر، تركت زوجها في البيت ممدود وراحت تعزي في محمود. والله العظيم. والإخوة ومالك ايش هذا؟ خالد نزار، القضاء السويسري يتهم خالد نزار بارتكاب جرائم حرب. والله يا اخي بشر القاتلين بالقتل ولو بعد حين. ليش شدت هذا ما وش موضوعي الان، اريده بعدين. خلي محمد في اخر شيء، خلينا خالد نزار هذا المجرم هذا له بنتكلم عليه في نهايه الشيء. باقي معي نقطتين، باقي معي نقطتين، وفي تسريبات على أن هناك ابتزاز من الجزائر على أهالي الضحايا الذين قتلوا في السعيدية. بس قبل يعني تركت زوجها في البيت ممدود وراحت تعزي في محمود، و3 أيام حداد في الجزائر على من؟ على قمحة مقلية، ولو أنهم يحملون الجنسية الجزائرية، لكن الله يكثر أحزانكم. قولوا آمين يا أخواننا في الجزائر، قولوا آمين. هذا البوليساريو حلت على رؤوسكم حزنا وبلاء وغما، الفلوس نهبوها، كل شيء شفطوه، شوهتكم أمام العالم هذا البوليساريو. في الأخير لما يموتوا بوليساريو لأنه عندهم الجنسية الجزائرية تعملوا عليهم حداد، بينما الجماعة في تندوف والله ما هم دارين لو ماتوا كلهم، ما همش لهم علاقة نهائيا، قد بيدوروا يهربوا إلى المغرب، هذا اللي في المخيمات. والله يراسلوني يوميا يا أخي، يقولوا لي يا أخي شوف لنا مسؤولين مغاربة يجي ينقذونا عبر مدري منفذ إلى موريتانيا، يجوا يأخذونا يرجعونا إلى هناك، إحنا تعبانين، إحنا حالتنا حالها، شوفوا كيف حالتهم. هذا الصور من اديتها يا محمد؟ هذه من أين هذه؟ خلينا نشوف هذا الصور. إيش هذا محمد؟ الجنازة. هذا الجنازة جنازتهم هم، جنازة المقتولين يا محمد. اكتب العنوان كامل.
عيدها 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 عيدها. رجع رجع. رجع رجع. فين دفنوا محمود؟ حمودي. فين دفنوا حمودي؟ يا ويلي كيف البلد هذا، والله ما تعيش فيها رباح. شوفوا حرس الشرف، رجع لي حرس الشرف يا أخي نشوفها. حرس التشريفات الجنائزية. خلينا نرجع رجع يا محمد. وقفها لي وقفها لي يا أخي عند الحرس هذول، الله يخليك. أيوة أيوة. رجع. خلينا نشوف القمحة المقلية هذه يا أخي. رجعهم وقفها، تقدر توقفها عند هذول الحرس الشرف. اي اي والهيبة يا ويلي. حتى التبون ما عرف يلبسهم مثل خلق الله، ما عرف يعمل لهم حرس شرف وحاجة. شوفك. ايوه مشي 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 يا محمد مشي. الله 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 مساكين. شوفوا خزان الماء، والله بلد قاحلة جدا، والله ما تسكن فيها حتى الرباح. قسما ما تسكن فيها حتى الرباح، ما بالك يعني. شوف كيف حتى سيارتهم شكلها كئيبة. رجع 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 رجع.